السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين قناة الكورة مع شرقاوي. طبعا يوم الأحد بعد غد هيبقى يوم حافل جدا، يوم كروي خالص من الطراز الرفيع. والأول طبعا هيبقى فيه نهائي كأس العالم ما بين منتخبين عمالقة في كرة القدم. بدأ المنتخب الأرجنتيني البطولة بخسارة من المنتخب السعودي اللي لعب عليه ماتش جامد جدا، وحقق المنتخب السعودي الفوز عليه بنتيجة 2-1. لكن للأسف المنتخب السعودي ما استكملش صحوته وقوته في البطولة، وخرج مودعا البطولة من الدور الأول. لكن المنتخب الأرجنتيني من بعد هذه المباراة استفاق سريعا، ولم الشمل بتاعه كان قوي وعنيف جدا لدرجة ان هو وصل للمباراة النهائية ويقابل المنتخب الفرنسي في نهائي كاس العالم. طبعا كان المنتخب الأرجنتيني في الدور السيمي فاينال قابل منتخب كرواتيا، واستطاع ان هو يتخطاه بسهولة وفاز عليه ب 3-0. وايضا المنتخب المغربي خسر للاسف من المنتخب الفرنسي في مباراة السيمي فاينال بعد اداء مشرف جدا للمنتخب المغربي اسود الاطلس. خسر بنتيجة 2-0 من منتخب فرنسا. لكن طبعا كان بيواجه بطل كاس العالم نسخة 2018 كانت مقامة في روسيا. أصبح كده المنتخب الأرجنتيني ومنتخب فرنسا في نهائي كاس العالم. المباراة هتتذاع يوم الأحد إن شاء الله بتوقيت مصر الساعة 5، بتوقيت السعودية الساعة 6. هيبقى على ملعب لوسيل 18 ديسمبر إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله بالنسبة للقنوات النائلة للمباراة منتخب الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم هتبقى قنوات بي إن سبورت المفتوحة 1، وقنوات الكاس إن شاء الله هتذيع المباراة على المفتوح بإذن الله. في إحصائية سريعة كده على المنتخب، القيمة التسويقية للمنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي القيمة التسويقية بتاعته $1.3 مليار. طبعا رقم ضخم جدا في مقابل القيمة التسويقية للمنتخب الأرجنتيني 645 مليون يورو. طبعا المنتخب الفرنسي من الناحية التسويقية حدث ولا حرج. في نجوم أولهم طبعا كيليان مبابي، القيمة التسويقية بتاعته 160 مليون يورو. يعني ده لوحده يعني قيمة تسويقية لمنتخب واحد، يعني ما شاء الله، يعني رقم طبعا كبير جدا. بعديه يجي طبعا كومان بقيمة تسويقية 60 مليون يورو. منه عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني واللي يبلغ قيمة التسويقية بتاعته 60 مليون يورو. بعد كده تشاومي اللي يبلغ قيمة التسويقية بتاعته 80 مليون يورو. طبعا القيمة التسويقية للعيبة بتاعت منتخب الأرجنتين هيعدوا لوتارو مارتينيز هو الأعلى بقيمة 75 مليون يورو، ميسي ب 50 مليون يورو. بعد كده حارس المرمى طبعا مارتينيز الحارس المرمى القيمة التسويقية بتاعته 25 مليون يورو. بعد منه كريستيانو روميرو القيمة التسويقية بتاعته 55 مليون يورو. إن شاء الله يعني نشوف مباراة بهذه القيمة التسويقية للمنتخبين تسعدنا، ونشوف معركة كروية خالصة، متعة كروية إن شاء الله ننتظرها جميعا. تبقى ما بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتنا لحضرتك. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا.